النهارده كان في اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري، والنوعية دي من الاجتماعات مش بتحصل إلا في الحالات القصوى. مجلس الأمن القومي ناقش في الاجتماع ده كل ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وكانت قرارات مجلس الأمن المصري عقب الاجتماع حازمة وصارمة وقوية وواضحة. وأول القرارات الستة اللي أخدها المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي: أولاً، أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته بأي شكل من الأشكال. ثانياً، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين. ثالثاً، رفض واستهجان سياسة تهجير الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. رابعاً، خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، ومصر ستواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل تحقيق ذلك. خامساً، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للأشقاء في غزة. سادساً، مصر مستعدة تماماً للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتوجه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.